حبايبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وعلى خير. تعالوا بقى نفصل شوية ونعمل حاجة حلوة لولادنا. طبعا احنا داخلين على رأس السنة، كل سنة وانتم طيبين. فدي ممكن تتعمل في رأس السنة وتفرحي بيها ولادك. حطيت كوباية سكر و فانيليا، دي فانيليا بالبرتقال عشان نعمل كيكة حلوة كده وجميلة. كوباية زيت، كوباية الا ربع لبن. هنضرب كل دول في الخلاط لما يبقوا تقال كده، يعني ضربناهم في الخلاط. بصوا السمك بتاعها عامل ازاي. احنا كده خلاص. الخليط بتاعنا كده ايه، هناخد منه كوباية والباقي هنضرب عليه بيضتين زي ما احنا شايفين كده السمك بتاعه. الكوباية دي هقول لكم هنعمل بيها ايه. هنا معايا كوباية ونص دقيق، معايا كوباية دقيق ومعلقتين نشا وبيكنج باودر كيك شيف. بصراحة كيك شيف فرق جامد في الكيكة غير البيكنج باودر العادي. هنخل كل دوت علشان يديني ندخل هوا للدقيق ويديني كيكه كده هشه وحلوه ورشه ملح. هقلب كل المكونات الجافه دي مع بعض، وبعد ما ضربت الخليط ده هنزل عليه بيضتين. هضربهم كويس وانزل بيهم على خليط الدقيق وهقلب كويس، وبعدين احطه في صينيه مدهونه. هنا دهن الصينيه كويس وده القوام بتاع الكيكه بتاعتنا. زي ما احنا شايفين كده خليط الكيكه جاهز معايا، هنزل بيه في الصينيه. بقى بضرب كده عشان ادخل هوا للكيكه. هنا بعد ما حطيته في الصينيه بتاعتنا هضرب كده كام ضربه عشان اطلع الهواء اللي داخل الكيكه بتاعتنا. هنا بعد ما الكيكه بتاعتنا طلعت وهديت شويه بصوا احنا كده بنجرب السوا بتاعها مستويه الحمد لله، وهبتدي اخرمها بخله الشيش طاووق اللي معايا دي، علشان كوبايه الخليط اللي احنا كنا شايلينه من الاول هنزل بيه على الكيكه دلوقتي. تمام. هنا الكيكه بتاعتي كانت هديت شويه، هبتدي انزل بقى بالخليط زي ما احنا شايفين كده اهوت واوزعه على الكيكه بتاعتي. يعني تكون سخنه بس ايه، ما تكونش لسه خارجه من الفرن. وهوزع كده علشان الخليط ده الكيكه تشرب وهي سخنه زي ما احنا شايفين كده. هوزعه كله كده والكيكه هتشرب منه، بيبقى خطير خطير. كان عندي كريم كراميل، لا كراميل صوص كراميل كنا عاملينه مع بعض، وزعته على الكيكه من فوق. بس نصيحة ما تكتروش منه علشان كانت بصراحة مسكرة قوي. هي حلوة للي بيحب السكر زيادة. وحطيت كمان من الصوص دوت كده، كنت شايله معلقه حطيتها كده على الوش وايه، وابتديت اعمل تجزيعات كده في الكيكه. كانت جميله وخطيره وكان طعمها حلو قوي. هي حلوه قوي للي بيحب السكر كتير، لكن اللي مش بيحبه يحط بس ايه كده شكل من الكراميل. زي ما احنا شايفين الكيكه بتاعتنا كده جاهزه معايا، وهبتدي اقطع منها واوريكم شكلها جميل ازاي. هنا بعد ما قطعت كده خرطة جميلة والصوص نزل كده عليها، بصراحة كانت جميلة قوي. ممكن تحطي كريم شانتيه وممكن تعملي اللي انت عايزاه، بس انا قلت ايه دي حاجتها جاهزة عندي فقمت عملتها. ده جاتوه شاتوه يا جماعة، بس فانيليا مش شوكولاتة. ده جاتوه شاتوه. بص الصوص بتاعه نزل عليه جميل ازاي. جميلة جميلة اوي. تشربيها مع شاي بلبن بقى، بس ايه لو انت مش بتحبي السكر ممكن تحطيش السكر بقى في الشاي بلبن او القهوة. خطيرة. جربوها ان شاء الله. داخل علينا رأس السنة، اعملوها لأولادكم. كل سنة وانتم طيبين. فضلا منكم وليس أمر. ما تنسوش الاشتراك في القناة واللايك والكومنت الحلو اللي بيفرح قلب ام وليد. انا قلت النهاردة نفصل ما بين الاكل والكده ونعمل حاجة حلوة اعملوها لأولادكم وجربوا. كل سنة وانتم طيبين وبالصحة والسلامة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.